الامور. كان حديث هناك مع اللاعبين كيفاش دايره المجموعه قبل هذه المباراه المرتقبه اللي اكيد كنتمنوا لكم كل التوفيق فيها سواء كمدربين او كلاعبين اكيد. شكرا. شكرا لكم على السؤال ديالكم. وبدورنا احنا الهم ديالنا والشغل الشاغل ديالنا بكل صراحه هو نشرفوا كره القدم الوطنيه ونكونوا عند حسن ظنكم وعند حسن ظن 40 مليون عاشق لكره القدم المغربيه. المقابله في حد ذاتها كما تنقول انا دائما فهي مقابله مهمه. اي مقابله خدناها كانت مقابله مهمه. المقابله النهائي مقابله مهمه، لكن الاهم عندنا حنا هو ماشي المقابله في حد ذاتها، ولكن علاش حنا هنا. حنا هنا من اجل اننا نرجعوا بلا كوب ان شاء الله الرحمن الرحيم بعون الله وفضله. وحنا هنا من اجل تشريف كره القدم الوطنيه كيف ما ذكرتوا، باش كره القدم تبقى في الاشاعه ديالها، باش كره القدم تبقى في هذه النهضه اللي هي فيها، تبقى في التطور اللي هي فيه. وكما تنقول دائما ما شبعناش رغم هادشي اللي تحقق كامل واللي كان مهم وكان وراءه ناس كثار وعمل كبير. فمازال باغيين الكره تجي المغربيه لما هو افضل. فبالنسبه لنا يعني الأهمية كتكمل في أننا نشرفوا كرة القدم المغربية، وعارفين بأن تشريف كرة القدم المغربية في هذا المحفل هذا ما يمكن له إلا أنه يكون بالفوز باللقب. أكيد أن الوصول النهائي فهو جيد، لكن الفوز باللقب والرجوع بالكأس هو أفضل وأهم بالنسبة لنا. شكرا. لا سي حسين عموتة ولا سي جمال السلامي، باش نقول العلاقه ديالي معاه علاقه اكثر من طيبه، اكثر من رائعه. لافاش كنا كنخدموا في البطوله الوطنيه المغربيه، ومقابلات بيناتنا دائما كتكون عندها واحد النديه وواحد الصبغه خاصه. فاكيد ان الحمد لله ملي وصلوا دابا كره القدم الوطنيه والاوتار الوطني فهو تشريف لينا كاملين. نتمنوا من الله باش انه الامور تبقى غاديه في هذا الاتجاه هذا، ويجيو مدربين اخرين ان شاء الله اللي حامل المشعل ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لان المنتخب الاردني محتاج اكثر فما متفقش معك. حنا عندنا لاعبين محتاجين اكثر لهذا اللقب هذا. عندنا لاعبين والاسباب مختلفه وكثيره كثيره كثيره ما يمكنليش نذكرها لك لان كناخذوها كذلك كمعيار من اجل تحميس اللاعبين ديالنا اكثر واكثر بوين موتيفاسيون دو بلوس. كون على يقين بان الرغبه اللي كاينه في داخل المجموعه اكثر من الرغبه اللي كاينه عند المنتخب الاردني، رغم انني كنتفهم كذلك الرغبه اللي كاينه عند المنتخب الاردني بسبب عوامل كثيره. لكن كاين حاجه اخرى، كاين ان حقيقه ان المنتخب الاردني عنده ديزافونتاج علينا، عنده ديزافونتاج علينا بمعنى ان المنتخب الاردني سنوات هو كيخدم مع بعضه. المنتخب الاردني لعب مقابلات كثيره، اقصائيات ديال كاس العالم، لاعب عنده امكانيه باش ان الاوتوماتيزمات ديالو مفهومه، عنده لاعبين مع بعضهم لسنوات هما لاعبين. فاكيد ان من هذه الناحيه المنتخب الاردني عنده افونتاج علينا، كذلك عنده المدرب اللي كيعرف الكره المغربيه، العقليه ديال اللاعب المغربي. هذا كله ديزافونتاج اللي يمكن نتفق معك يمكن تكون عند المنتخب الاردني، لكن ابدا ان غادي يكون اكثر رغبه في الفوز علينا ابدا. محمود إبراهيم من 24/7 سبورتس. في نقطة، أنا عارف أن في العديد من الأسئلة المهمة، ولكن في نقطة مهمة جدا تحدث عنها المدير الفني للمنتخب الأردني، وقال أن حضرتك ستكون المدرب القادم للمنتخب المغربي بعد كأس العالم، خصوصا أنك حصلت على مركز ثالث في دورة الألعاب الأولمبية، وكمان بطل الشان، وحققت ولن يضرك، هذا ما قاله حرفيا، لن يضرك أن تكون في المركز الثاني في كأس العرب، وستكون أنت المدير الفني للمنتخب المغربي بعد كأس العالم. ما تعليقك على ذلك؟ والله يعني باش يكون مدرب يمكن تتاح له الفرصة باش يدرب منتخب ديال البلد ديالو، فهذا شرف ما قبله وما بعده الشرف، هو يعني تكليف وتشريف في نفس الوقت. لكن خلينا اننا اليوم بصدد تهيئ المقابله
كتخص كأس العرب و المنافسة ديال كأس العرب بالصعاب ديالها، بالأشياء الجميلة ديالها. حنا تركيزنا كله منصب قبل واليوم على نظفروا بهذا اللقب هذا، وهذا هو اللي كيهمني في هذا الوقت الرهين. هو الشيء الوحيد اللي كيمر في الذهن ديالي، هو انني مره واحده اخرى نكون عند حسن ظن 40 مليون، مره واحده اخرى نكون عند حسن ظن الصحافه المغربيه اللي كتعشقنا كذلك واللي كتساندنا ومشكورين، هو انني نكون عند حسن ظن هاد اللعيبه، ونكون سبب في الاسعاد ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم، وعاون ليهم في انهم يحققوا المبتغى ديالهم. انا هذا هو اللي كيهمني واللي كيمر في الذهن ديالي في هذا الوقت الراهن. ومشكور جمال اللي كان قال بحال هكا. شكرا لك كوتش طارق. جمال كينعسنا اذن باغي ينعسنا. لا كنظن على ان شوف اكيد كنا كنتمناو بالجمال لو كان مع شي ضد منتخب اخر، فبطبيعه الحال كنا كل شيء غادي يكون كيصلي له وغادي يكون معاه باش ينتصر. الان جات الظروف اننا نتواجهوا في النهائي، لان هو بكل احترافيه غادي يدير المجهودات ديالو كامله باش انه يفوز بالمقابله. حنا كذلك بكل احترافيه وبكل وطنيه نديروا المجهودات ديالنا كاملين باش نفوزوا بالمقابله. في الاول وفي الاخير كتبقى مقابله ديال كره القدم اللي اي مدرب كيبغي مقابله من هذا الحجم هذا انه يفوز بها. كيبقى لقب كينضاف وكيكون يعني كثمره او كإضافة للعمل الشاق اللي بدلوا لسنوات ولسنوات، وكتكون يعني واحد الثمرة اللي كتقطف اللي كتعوض المجهودات والتضحيات ديال المدرب اللي قام بها لسنوات. نتمنى ربي باش ربي يوفقنا ان شاء الله غدا. تفضل اللاعب مروان موجود يا شباب اللي عنده مسألة. لا انا سؤالي للكابتن بعد اللي بعد يسأل. رضا ملحم عرب سكاي. كابتن طارق يعني للأمانة أو كوتش طارق سوري، يمكن أكثر يعني الإعلام بتحدث عن مواجهة ما بين كوتش طارق كوتش جمال السلامي، بيعرفوا بعض كويس، فيمكن الموضوع ماخذ يمكن حتى يعني أكثر من النهائي الحديث عنه. يعني مواجهة الأردن والمغرب موضوع، ومواجهة مدربين من المغرب موضوع آخر. فأنت قريب جدا من الكابتن جمال وبتعرف تقريبا يعني كيف بيلعب، وهو برضه بيعرف كيف أنت بتلعب. فهذا الموضوع يعني مشكل لك نوعا ما نوع من القلق في مواجهة جمال السلامي في المباراة النهائية. كنشوف فاش كتوجد لشي مقابله ضروري كتشوف نقاط القوه نقاط الضعف ديال الفريق الخصم. ضروري كذلك كتشوف يعني تحاول تبحث في طريقه تفكير المدرب، الطريقه اللي كيتعامل بها، نوع المدرب. فهذا شيء حتى فاش كنلعبوا معاه ضد شي منتخب اللي ما كيكونش مثلا كنعرفوا المدرب ديالو ولا كيعرفنا المدرب ديالو، فاكيد هذه امور كنقوموا بها اللي كيمكن لها انها تساعدك باش انك تجهز الفريق ديالك في افضل حله ممكنه. لكن كن على يقين بان كل مقابله عندها سيناريو ديالها خاص بها، كل مقابله عندها مجريات ديالها داخل 90 دقيقه خاصه بها. ما كتبقاش عندها علاقه بنوعيه المدرب او بنوعيه اللاعبين او بلي سيناريو اللي تشافوا من قبل او استعد لهم الانسان من قبل. اكيد كيخصو يدير واحد العمل كبير لانه كيعطيه واحد الراحه سيكولوجيه، كيعطيك كذلك واحد الفكره على الفريق الخصم كيفاش يمكن له يهاجمك، كيفاش يمكن له يحد من الخطوره ديالك. لكن كن على يقين بان ارض الملعب في 90 دقيقه دائما مع هذا الشيء هذا اللي كيدار من قبل اللي المفروض يدار، دائما كيخص تكون عندك لادابطاسيون لا كاليتي ديال انك تاقلم
في المقابله، لان كل مقابله عندها الظروف ديالها وعندها لي سيناريو ديالها وكيخصك تتاقلم في وسط الملعب. في عديد من الاحيان كيكون عندك جوج لاعبين او ثلاثه ماشي في اليوم ديالهم، او العكس الفريق الخصم يكون عنده جوج ثلاث لاعبين ماشي في الوقت ديالهم. يمكن انك تبدل كاع المجريات ديال المقابله. كيمكن السيناريو يتطرد لك لاعب كيبدل مجريات المقابله، يتطرد الفريق الخصم لاعب كيمكن يبدل مجريات المقابله. اشياء كثيره يمكن لا توقع في قلب الملعب، لان على المدرب أنه يدير هذا العمل هذا ويكون عنده دراية، مي كذلك عليه أنه ومهمة بزاف بالنسبة للمدرب. كنظن من الأشياء اللي دايره لنا حنا القوة ديالنا في المجموعة ديالنا هو أن لا اللاعبين ولا لو ستاف تكنيك كنتعاملوا مع المقابلة على حسب المجريات. أكيد قبلي كنديروا عمل قبلي، ولكن خصوصا في 90 دقيقة في مجريات المقابلة تنكونوا حريصين بزاف باش نديروا القراءة الصائبة ونديروا الحركة الصائبة. شكرا. السلام عليكم. أيمن ريحاني. كوتش طارق، نهائي تلعبوه ضد منتخب أردني اللي لاحظنا في المباريات من انطلاق البطولة أنه منظم جدا تكتيكيا ويجيد غلق المساحات واللعب على التفاصيل الصغيرة، خاصة التحولات الهجومية السريعة. حسب رايك شنو هي المفاتيح اللي تراها حاسمه لحسم اللقب ليكم انتم كمنتخب مغربي؟ وهل العامل الذهني في مباراه كيف هذه باش يكون هو اهم من الجانب الفني؟ شكرا. شكرا على السؤال. كنظن كيف ما ذكرتوا المنتخب الاردني كيلعب بواحد الطريقه اللي منظمه كثير من الناحيه الدفاعيه، كتخول له انه ما يستقبلش اهداف كثيره بحكم واحد العدد كبير اللي كيكون وراء الكره. المفاتيح ديالنا حنا بالنسبه لنا باش نفوزوا على المقابله امور واضحه، كيخصنا ما نستقبلوش وكيخصنا نسجلوا. هادي نديروا من الامكانيات ديالنا ومن الخطط ديالنا باش اننا نكون نكونطريو داك الامكانيه ديال المنتخب الاردني باش انه يسجل علينا. خصنا نكونوا جاهزين لها، لا بدنيا ولا تكتيكيا ولا خصوصا ذهنيا، وخصنا نديروا الامكانيات ديالنا بلا ما نبوح عليها باش اننا نسجلوا الهدف. فكنظن هادو هما المفاتيح، ما يتسجلش علينا وكذلك نسجلوا، او نسجلوا وكذلك ما يتسجلش علينا. شكرا. صباح الخير كوتش. صباح الخير مروان. محمد أعزيز، وكالة المغرب العربي للأنباء. كوتش، لاحظنا منذ بداية البطولة تطور مستوى بعض اللاعبين، انت اعلم بالمستوى ديالهم، ناديتي عليهم، شفنا المستوى ديالهم كيتحسن مباراة بعد أخرى. قدرتوا تجمعوا فريق يعني منسجم ومنضبط كأنه يجتمع منذ أشهر أو منذ أسابيع على الأقل. ما هو السر في ذلك؟ والتفاصيل الصغيرة في التواصل مع اللاعبين في ظل المقابلة، خصوصا لو جيست مع لارير غوش مساوي من بعد تسجيل الهدف، كيفاش هاد التفاصيل هذه قدرت انها تصنع منتخب اصبح قاب قوسين او ادنى من تحقيق لقب كاس العرب؟ بالنسبه للسؤال مروان، كيفاش نتوما كلاعبين كتبقاو محافظين على التركيز في الوقيته اللي الكوتش كيطلب منكم انكم تدخلوا تساهموا في الفوز بالمباريات، كتكونوا واجدين ذهنيا وكتساهموا في تألق باقي اللاعبين؟ شكرا. ممكن تذكرني بالسؤال الله يخليك، السؤال الاول؟ السؤال هو كيفاش قدرتوا في ظل هذا الوقت القصير ورغم التحديات والاصابات ديال بعض اللاعبين المهمين انكم تخلقوا فريق منسجم ومنضبط، يعني تفصيله 90 دقيقه على تحقيق اللقب رغم التحديات والصعوبات اللي واجهتكم في هذه البطوله، وبعض اللاعبين تطور المستوى ديالهم منذ البدايه الى النهايه؟ شكرا. بكل صراحه هذا الشيء اللي قلتي كله كاين. حنا بكل صراحه ما كانش عندنا متسع من الوقت باش اننا نجهزوا منتخب اللي يلعب منافسه من هذا الحجم، خصوصا في توفر منتخبات اللي قويه واللي عندها هذا العامل هذا. حنا يمكن الخاصيه ديال هذه المنافسه هذه، وهذه نقطه مهمه نقولها، وان كانوا بزاف ديال المنتخبات اللي مؤهلين لكاس العالم، واللي كانت هذه فرصه لهم باش انهم يجهزوا راسهم في افضل حله ممكنه لكاس العالم. وحتى اللاعبين كاينه واحد لا موتيفاسيون كبيره لهذا، فرقينا واحد النديه كبيره في هذه المسابقه وفي هذه المنافسه، لان حتى اللاعبين كيلعبوا الاوراق ديالهم ولا المكان ديالهم من اجل الذهاب لكاس العالم، او منتخبات اخرى اللي بين قوسين يمكن خذلات الجمهور ديالها وما تكلفتش، فكانت عندها فرصه للتعويض
فلهذا عطانا بعد واحد المسابقه، واحد المنافسه بواحد القيمه هذه وبهذه النديه وبهذا لو نيفو هذا. مي حنا بالنسبه لنا رغم ذلك كيف ما ذكرتوا الحمد لله كنلقاو المنتخب ديالنا اليوم في النهائي. وإلا كان شي واحد اللي يمكننا نمدحوه او السبب في ان المنتخب اليوم كاين في النهائي فهما اللاعبين. الحمد لله عندنا كنقول انا دائما عندنا رجال، ما عندناش لاعبين عندهم من الحب ديال الوطن والرايه الوطنيه وتشريف كره القدم الشيء الكثير، وعندهم واحد لا كاليتي كبيره هي ديال لا ماتوريتي، واحد لاعبين اللي عندهم واحد الرزانه وعندهم واحد الحس بالمسؤوليه عالي اللي كيجعل انهم الحمد لله كيتغلبوا على جميع الصعاب بحنكه وبشخصيه قويه باش اننا الحمد لله وصلنا اليوم الفينال. فمره واحده اخرى مشكورين، وتنقولها لهم وهنقولها لهم دابا علنا من اول يوم قلتها لهم اللي ما لمستوا فيهم، انا كنتشرف بتواجدي بيناتهم. شكرا لكم. السلام عليكم. السؤال ديالك على كونسونطراسيون. حنا هذا هو العمل ديالنا حنايا فاش يكونوا الماتش بادي حنا كنكونوا كونسونطرين، هذا هو الاهم، هي تكون كونسونطري عايش مع الماتش، تعرف شنو كاين في الماتش. الدراري تيكونوا موتيفين، اهم حاجه اي واحد تيكون باغي يدخل يعطي الاضافه للبلاد ديالو. حنا كنكونوا كونسونطرين بيان سور وعايشين مع الماتش، يعني اي لاعب يقدر يحتاج المدرب ديالنا في ذاك اللحظه يقدر يدخل يدير الاضافه. هذا هو الهدف ديالنا، حنا جروب واحد، حنا فرقه واحده، يعني اهم حاجه هي تكون في الذهن ديالنا هو الفوز ونفرحوا الشعب المغربي. سؤالي للمدرب وللاعب ايضا، بس بالاول للمدرب. تكلم عن القبعه اللي يلبسها رحمه الله على للوالد، وذكر انه اذا فاز في هالبطوله بيلبسها بعد. فسيد طارق، اكيد يوم تذكر الوالد يمكن في موقف مؤثر تتذكره الله يرحمه، شو هو وسر انك تلبس القبعه للوالد؟ تميز ايضا الكره المغربيه ما شاء الله من المراحل السنيه إلى المنتخب الأول، وأيضا المدربين. اليوم نشوف مدربين اثنين في نهائي في كأس العرب، يعني شيء كبير يحسب للمملكة المغربية من المدربين من اللاعبين. سؤالي للاعب مروان، تحدي كبير لكم في المباراة النهائية وتحصلون على البطولة، هل هي إثبات لكم أن تثبتوا أنفسكم في البطولة هذه وتصعدوا؟ يعني حلمكم أن تروحوا تلعبوا في كأس العالم؟ شكرا لك على سيدي على السؤال. بالنسبة لحكاية القبعة فأولا كنترحم على الوالد وعلى جميع أباء المسلمين كافة أجمعين، وكان أول دعم ليا كان لاعب كرة القدم كذلك، وكان داعم اساسي ليا في البدايات ديالي فاش كنت صغير. وهذيك اللحظه ديال التتويج بالشان كانت افضل لحظه بالنسبه ليا باش انني يعني نحس به بان معايا وبان قريب ليا. وهذا هو القصه ديال القبعه. نتمنى من الله باش انني نفوز غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم والمغرب يتوج، وهاد الرجال هادو يتوجوا بغض النظر على واش هذه لبسها غدا او لا، لكن ديما معايا. في الشق الثاني ديال السؤال ديالكم، فهنا يعني كنشكرك بزاف على السؤال، لانه غادي يحني انني نعطي الحق للي يستحق. فاولا النهضه اللي كنعرفوها حنا في كره القدم، وكيف ما ذكرتوا جوج ديال المدربين الان في النهائي اللي ماشي هين، فهذا راجع بالاساس لجلاله الملك نصره الله على الرؤيه الصائبه ديالو والتوجيهات السامية ديالو اللي كانت ابتداء من 2008 وبدا العمل فيها فعليا من 2009 باش أنه يكون واحد إرساء مشروع واضح المعالم من أجل إقلاع حقيقي بكرة القدم الوطنية، لا في تكوين المدربين واللاعبين ولا في تكوين الأطور ولا في تكوين ولا مع من ناحية ديال المنشآت ولا من ناحية ديال القوانين والأنظمة ومشاريع يعني كثيرة من أجل مرة أخرى النهوض حقيقي بكرة القدم الوطنية. وكنظن على أنه اليوم كنجنيو الثمار ديال
ديال الرؤية السديدة ديال صاحب الجلالة نصره الله. فبهذه المناسبة هذه يمكن لي إلا نقول الله يحفظه والله ينصره. ومرة واحدة أخرى مازال باغيين ما هو أفضل. حنا كنطمحوا للأجيال القادمة إن شاء الله باش تحمل المشعل وتمشي لما هو أفضل إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. كيف ما قلتي احنا هادشي علاش جينا هنا. الهدف ديالنا الوحيد علاش جينا لقطر هو نفوزوا باللقب. هذا هو العمل ديالنا اللي كنا كنخدموا عليه من شهر 10، هو نجيو ان شاء الله لقطر ونفوزوا باللقب. كيف ما قلتي على كأس العالم، اي لاعب في العالم كنظن باللي يبغي يحمل القميص الوطني ويلعب في ذاك التظاهر عالميه. احنا دابا كنفكروا في هذه المباراه ديال الغد ان شاء الله نفوزوا بها ونربحوا الكاس ان شاء الله، ومن بعد نفكروا بكاس العالم. شكرا. السلام عليكم. محمد عايد من صفحة المعرض الكرة العراقية. كوتش طارق، عندي سؤال لك وأيضا كابتن مروان. رحلة طويلة وجميلة وصلت بها للنهائي، وإن شاء الله الله يوفق المنتخبين. سؤالي لك وللكابتن، منو أقوى منتخب واجهتوه لحد الآن؟ شكرا جزيلا. شكرا لك على السؤال، وبدوري كنحيي الناس ديال العراق وشعب العراق. يعني أصعب منتخب واجهناه كلهم صعب بكل صراحة، لأنها بتفاوت بنسب متفاوتة. المقابلات اللي عشناها مقابلات كلهم صعيبة. يا إما كنكونوا كنلعبوا مع منتخب قوي أو منتخب أقل قوة لكن عنده إمكانيات أخرى في مناطق أخرى أو في دي بروفيل عاوتاني مختلفين اللي يمكن لهم يديروا الخطورة للمنتخب ديالنا. وكذلك يا إما لعبنا مع منتخبات اللي حنا كنا ماشي متوازنين، وهنا فين كانت الصعوبة ديال المقابلة. كل مقابلة كانت بلو سيناريو ديالها. المقابلة ديال القمور في الشوط الثاني ما كانش الأمور سهلة، عندنا لاعبين اللي في الوقت اللي ما بقى عندهم ما يخسروا ولاو كيلعبوا على القوى ديالهم، لاعبين سراع بزاف في الهجوم وسجلوا على منتخبات ورجعوا في المقابلات. فاش ما كيبقى عندهم ما يخسروا كيوليو خطيرين. المقابلة الثانية ديال عمان لعبناها في ظروف صعبة من قوسين. الشوط الثاني تقريبا كانت بسيناريو ديالها. منتخب السعودي كانت كذلك مقابلة بصبغة أخرى بطريقة أخرى بنيفو آخر ديال الخصم. كان علينا أن نتغلبوا على الصعوبات ديالها. مشكورين اللاعبين في هذا لو باركور كامل اللي داروا. المقابلة ديال سوريا كانت كذلك يعني بواحد يعني كوتي مونطال، واحد الجانب الذهني اللي كان عليه يستنزف من التركيز ديال اللاعبين وياخذ من التركيز ديال اللاعبين الشيء الكثير. وكانت مقابله ملغومه بكل صراحه. والمقابله الاخيره راكم شفتوا بانها ضد المنتخب الاماراتي اللي منتخب صعيب، خصوصا اللاعبين اللي عنده في الهجوم والامكانيات التقنيه ديالو وكيفاش كان كذلك جاي وهو غادي هو كيصعد في المنافسه. فكل مقابله كانت عندها الخاصيات ديالها. ولكن يمكن لي نقول لك بان مره واحده اخرى كنشكر اللاعبين، كنشكر الرجال، لان كل مقابله كيعطيوها الحجم ديالها، كل مقابله كيعطيوها كما قال الوادني التركيز اللي كيليق بها بكل مسؤوليه بكل جديه. والرغبه في الفوز عندنا عاليه بزاف اللي كتخلينا الحمد لله اننا نواجهوا هذا الصعاب. كذلك ما تفوتنيش فرصه باش نقول لك بان بكل صراحه حنا كنعيشوا كاسره حقيقيه. يعني كاين بعض المرات كنقولوا حنا كنعيشوا كاسره وبعض الفروق كيقول كاسره، ولكن كاين اسره بالكلام وكاين اسره بالفعل. فاحنا الحمد لله كما قال الوادني ما عندناش لاعب رسمي ولاعب احتياطي. حنا كنا مجموعه وحده، روح وحده، قلب واحد، كل شيء عنده نقاط القوه ديالو ونقاط الضعف ديالو. وحنا كجهاز تقني كمدربين كناخذوا كل لاعب على اساس لو سيناريو ديال المقابله ويعطينا داك نقاط القوه ديالو كنستعملوها يا اما هجوميا يا اما دفاعيا. اطلع بانه انا من السعاده اللي عندي اننا بينا الحمد لله اللاعب شويعر اللي لاعب مهم كبير كثير ويمكن له
لا غدا ولا في المستقبل يعطي الشيء الكثير للمنتخب الوطني. عندي هذه السعاده هذه، عندي سعاده بان الحمد لله اللاعب المهديوي في وسط الميدان اللي عنده من كره القدم الشيء الكثير. كنظن على ان احنا مجموعه واحده وكنضربوا باقوى قوه ممكنه ضد المنافسين. شكرا. السلام عليكم. كيف ما قلتي في المقابلات، احنا كيف ما قال كوتش السي طارق، احنا ما عندنا حتى شي مقابلات تكون سهله بصراحه. ما بقاوش المقابلات اللي منتخب كوتش طارق، منذ ان اتينا الى قطر وانت تشيد بلاعبيك وبانهم وتصفهم بانهم رجال. نقل لك انايا الحديث ديال وسائل الاعلام المغربيه ولا مواقع التواصل الاجتماعي منذ ايام، والاشاده بك كبيره في المغرب. الناس فرحانه بالانجاز وبالنتائج اللي تتحققها. كيفاش تحاول هذا الانجاز اللي وصلتي ليه على اعتاب نهائي كاس العرب باش تحاول تستثمروا ان شاء الله باش كل العوده باللقب الى المغرب؟ وسؤال للسي مروان الوادني. مروان، في المغرب من طنجه العاليه الى القويره العزيزه وفي القرى النائيه تنشوفوا اطفال صغار تيتابعوا المنتخب المغربي وتيتفاعلوا معاه. واش توصلكم الاصداء ديال هاد الناس في لي ريزو سوسيو على انكم تحاولوا ترجعوا بهم باللقب المغرب وتساعدوهم؟ شكرا. شكرا لك على هذا الكلام هذا، لكن يعني يكون على يقين بأنه أؤمن إيمان راسخ بأن المدرب اللي عنده نكران الذات تيكون عنده مجال أكبر باش أنه ينجح في العمل ديالو. و يعني كذلك المدرب اللي كيحب المجموعة ديالو بإخلاص وبصدق كيكون عنده كذلك مجال اكبر باش انه يدوز لي ميساج ديالو كيف ما بغى اللاعبين ديالو، لان كيكون واحد التجاوب جميل. انا يمكن بين الخصال اللي عندي هو ان هاد العوامل هادو بجوج ديما عملت بهم. اللاعبين كنبغيهم من قلبي، ما كننساش بانني محترف بطبيعه الحال، لكن كنبغي اللاعبين من قلبي وكنحس بهم كيف ما كنت كنلعب انا. كذلك عندي واحد نكران ديال الذات اللي كيهمني هو ان هذاك اللاعب يكون مرتاح وهذاك اللاعب يؤدي بطريقه جيده. فاش كنشوفو فرحان كنفرح اكثر من الفرحه ديالي، فاش كنشوفو ناجح هذاك هو النجاح ديالي. ولا انا ولا هو عاوتاني الا شفناكم فرحانين هذيك هي الفرحه ديالنا، الا شفنا المغرب فخور بينا وفرحان بينا هذاك هو الفرحه ديالنا. هذا هو لو ميساج اللي كندوزوه في وسط المجموعه. داكشي علاش تحدثت قبيله على حنا حقيقه واحد الاسره حقيقيه. يمكن اللي الا شتي وراكم لاحظتوها حتى بين حريمات واللقطه الجميله اللي كتعبر على مره واحده اخرى على ماتوريتي وكتعبر على القلب ديال اللاعبين.